اول يوم شغل ليك كيو اكس رايتر تلاقي دايما ان محدش عارف انت بتعمل ايه. في ناس مننا بقى بتحاول في الوقت ده يا اما تثبت نفسها بسرعه، يا اما تفضل صامته وغامضه وتراقب كده الناس في صمت من غير ما تعمل اي اكشن. ولكن الكتاب وانا كمان عندي خطه ثالثه ورأي ثالث. اهلا بيكم، انا ندى النادي وده الفيديو رقم 8 اللي بيشرح تشابتر 8 من تلخيص كتاب Strategic Writing for UX. الكاتبه بتقول انها اشتغلت في اكتر من شركه زي جوجل واكس بوكس، وكل مره كانت بتبقى هي اول يو اكس رايتر في الشركه. احنا ممكن نعمل ايه بقى في كل شهر لينا في الشركه دي؟ اول 30 يوم ليك في الشركه مش وقت خالص انك تثبت نفسك، ولكن مهم جدا تفهم البيزنس والبرودكت ده كويس قوي. اقرا كل حاجه موجوده، اقرا برودكت دوكيومنتس، اقرا ريسيرش، اقرا البراند جايد لاينز. لو كان في يو اكس رايتر قبلك عامل كونتنت ستايل جايد اقراه، كونتنت سيستم اقراه وذاكره كويس جدا. تاني حاجه محتاج ان انت تتكلم مع كل الناس اللي هتقابلها هناك، من برودكت وديزاين وانجينيرز وسبورت تيم وماركتنج وبراندنج وهكذا. تالت حاجه محتاج تفهم ايه بقى الشكاوى الموست كومن اللي بيقابلوها من المستخدمين. رابع حاجه محتاج تحدد ايه بقى اليو اكس كونتنت الموجود دلوقتي وايه اللي ناقص فيه وايه اللي ممكن يتطور فيه. بس ما تقترحش ابدا تغييرات كبيره في الكونتنت من اول اسبوعين ليك من غير ما تفهم الكونتكست كويس قوي. تخيل ان انت يو اكس رايتر جديد في ابلكيشن فينتك، تطبيق بنكي، واول حاجه هتعملها هو ان انت تراجع كل رسائل الخطا الموجوده وتفهم هي ليه اتكتبت بالشكل ده، وتفهم ايه الكونتكست وايه البي ار دي وراها وايه الغرض منها. ما تبداش تغيير على طول. طيب من 30 ل 60 يوم المفروض تعمل ايه؟ دي مرحله المشاكل وبناء اساس الشغل. في ال 30 يوم دول اللي هيحصل حاجتين. اول حاجه المشاكل، في مشاكل urgent، حاجات محتاجه تتغير دلوقتي، دي حاجه مستعجلين عليها، الكلاينت مستعجل عليها لو انت في سوفت وير هاوس. بناء الاساسيات بقى انك تبدا تبني الكونتنت سيستم اللي احنا شرحناه في المستوى الثالث من منصه تجربه، وتبدا تعمل كده ميني كونتنت اوديت للبرودكت اللي انت شغال عليه، يعني توضح ايه المشكلات اللي كانت موجوده فيه وتقيمها وتقترح تحسينات ليها. تخيل ان انت في نفس الابلكيشن الفنتك اللي هو التطبيق البنكي، وانت دلوقتي في الشهر الثاني ليك، فمحتاج تعمل ايه؟ مثلا تاخد كل الاونبوردنج سكرينز الموجوده وتعمل ريبورت ايه المشاكل اللي انت قابلتها، ايه تقييمك ليها، وايه الاقتراحات اللي بتقدمها، وبناء على ايه قدمت التحسينات. من 60 ل 90 يوم بقى هو مرحله النمو السريع. دلوقتي انت فهمت برودكت، بزنس جولز، يوزر جولز، فهمت كل حاجه وعملت اول تغييرات وبنيت علاقات كويسه. دلوقتي بقى وقت ان نتائج شغلك تبان. ابدا في مرحله القياس، ايه اللي اتغير بعد التعديلات اللي انا عملتها. كمان شارك النتائج دي مع الفريق بطريقه واضحه. محتاج تتعلم من كل الاخطاء اللي انت مريت بيها في الايام اللي فاتت وتبدا تبني بروسيس واضحه تتعامل بيها مع الفريق. تقدر كمان تقترح عليهم ان انت تعمل لهم زي ورك شوب تقدم فيها كل الحاجات اللي انت اتعلمتها والحاجات اللي انت وصلت لها. طيب في المثال بتاع البنك بتاعنا، فاليو اكس رايتر بعد 90 يوم بيعمل بقى بروبوزل كده للفريق بتاعه. هو مثلا هيقول انا غيرت 12 ايرور مسج، وده أثر على انخفاض السبورت تيكت أو الشكاوى اللي بتوصل لنا بنسبة 18%. الكلام بقى ده بيعمل بجد فرق كبير وبيحسسهم بالإمباكت بتاعك. وعلى فكرة الخطة دي مش لازم تنفذها لو أنت رايح شركة جديدة، أنت ممكن في شغلك الحالي تبدأ تعمل ريستارت وهم هيلاحظوا التغيير ده بشكل فعال. اكتب لنا بقى في الكومنتس أنت دلوقتي في أنهي مرحلة في شغلك، لسه 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 ولا أكتر. واستنى الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن إزاي نحدد أولوياتنا في شغل كيو اكس رايترز. ده هيكون الفيديو الاخير والفصل التاسع من كتاب Strategic Writing for UX.